هنبدأ ونصلي على النبي ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونخش على آخر جهاز معانا حاليا في الشغل اللي احنا جبناه. عندنا جهاز البريمر من مصنع داكي. أول جهاز بصراحة، يعني أول جهاز بفضل الله من داكي ب2 ريموت صوتي، بأوامر صوتية ب2 ريموت، وحاجة بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة فخامة في الريموتات. وطبعا لما يكون بقى نقول داكي، طبعا ده معهوش كابلات 4K، لان ده مش 4K عشان بس يبقى احنا فاهمين. معهوش ماوس ولا 4K ولا الكلام ده كله، ولا الكابل 4K. طبعا زي ما انتوا شايفين كابل الترانس، حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو ماشي. حتى في لازقه اهيت للعدسه، في عدسه اهو. انا حتى استغربت والله، انا لسه فاتح معاكم. معانا الريموت اللي الناس كلها بتتكلم عليه، الريموت حكايه. ده عامل زي يعني الريموت عامل زي الشاشه السمارت بالظبط، لا زي السامسونج والحاجه اللي هي الايه العاليه. التكه بتاعته يعني الريموت ده يا جماعه مش ريموت عادي، يعني بصوا كده ريموت باوامر صوتيه، يعني هنقول ايه، حاجه بسم الله ما شاء الله. بصوا المنظر، بصوا المنظر عامل ازاي. شفت الجهاز، شفت الريموت بسم الله ما شاء الله. ريموت يعني حاجه فخامه بمعنى صح. يعني بصراحة انا جايب الجهاز ده، شفت بصوا الوش بتاعه عامل ازاي. طبعا ده بأوامر صوتية، كل ما هنلاقي فيه بتاعة المايك دي أوامر صوتية. يعني مثلا انت مثلا اتكيت في الأوامر الصوتية، قلت مثلا عايز يوتيوب، عايز كده، هو نفسه الجهاز بيقرأ ويجيب لك الحاجة اللي انت عايزها بالظبط، زيه زي ال4000 والأجهزة اللي احنا عرضناها دي أوامر صوتية. بس بجد انا عجبني الريموت ده جدا جدا. وده طبعا جهاز داكي، مش هنقول بقى جهاز 4K والكلام ده، لا جهاز داكي تمام. ادي كده الريموت واحد ماشي. وطبعا الريموت اللي جاي التاني معاه مش بلوتوث ولا حاجه، ده البلوتوث وده الريموت العادي. يعني جهاز داكي حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا جاي معاه الحجر الاصلي، كل حاجه جايه معاه ماشي. ومعانا العدسه ماشي. بس طبعا العدسه ده بتركب في حاله ايه، في حاله ان انت يكون معاك الريموت اللي هو العادي، انما البلوتوث هتشغل عدسه اللي ملوش لازمه العدسه تركب. وطبعا معاه جاي معاه كابل برضه 4K، كابل كابل عادي. انا متعود مع الاجهزه كلها 4K، فانا بقول 4K. ده كابل عادي تمام اهو. ده حتى معهوش ولا ماوس ولا كلام ده، لان مش جهاز 4K، بس جهاز الله اكبر من مصنع ده كده اهو. طيب اما وجهنا ادي الجهاز اهو، ونخش نجرب. ادي كده الجهاز البريمير تمام اهو. حتى بصوا من ورا برضه حاجه فخامه كده، كفايه العلبه بتاعته. نبص كده ونشوف يا جماعه بسم الله ما شاء الله بقى الفتحات عامله ازاي. فتحات كده الله اكبر. ادي كده التيونر ماشي. ادي كده برضو الكابل لين. احلى حاجه في الاجهزه ما يكون فيها كابل لين، وعندك الاتش دي وعندك الاي في تمام. وعندك طبعا ده الكابل بتاع السوفت مالوش علاقه، وده كده العدسه، وده كده الكهرباء كده تمام التمام. وفي برضو زراير من قدام ممكن برضو نجربه بالبطاريه خارجيه. نبص كده برضو لمبه حمراء بيكتب بوت عادي اهو، حاجه 100. طيب عشان برضو احنا يعني بنفتح بس كده وخلاص. ايه تاني بقى يا عم بشنا؟ طيب نخش بس على المواصفات سريعا. احنا كل ده في كل الاجهزه قلناها كده بالبق زي ما بيقولوا. طيب انما احنا عايزين بقى ايه، يعني محتاجين نشوف العملي في الجهاز ونطمن كده ونجرب كده. وبعدين ده جهاز يعتبر جهاز ذكي حلو زي اي جهاز. المفروض ان الجهاز بالذكاء، يعني هو اصلا جايب حاجه اسمها ذكاء اصطناعي، حاجه بسم الله ما شاء الله. برمود صوتي تمام، اداء صاروخ طبعا ايه تاني، والكرتونه والكلام ده كله ماليش اصلا احنا نقوله، عشان يعني قصدهم مثلا ان الكرتونه حاجه الكلام من ده. المهم احنا عايزين نخش على المهم. طبعا الواي فاي بيشتغل معانا، الواي فاي تمام، والمنصات بتاعته. ويوصل برضو لواجهة التطبيقات. واجهة التطبيقات سهلة طبعا عشان انت معاك المود بتاع دوت صوتي. ايه تاني عم بجينا. وعندنا البريمر اللي هو المطور برضو، حاجة بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا جدا. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين طبعا صوت الدولبي شغال. وعندنا طبعا الجهاز 1080 طبعا الاتش 265 شغاله فيه. وعندنا طبعا واجهه لانشر جديده وسهله كده، سهله على العين ماشي. وبيدعم برضو بعض التطبيقات. وعندنا معلش
التعليق طبعا عربي، التعليق عربي تلقائي. وطبعا المنصات، نخش بقى على المنصات. الاهم شيء يعني ده الاهم من في الجهاز واحنا بنعرضه، المنصات. عندنا طبعا نوفا، بدل ما هتبقى سنتين هتبقى 3 برضه، حاجة ممتازة. وعندنا برضه مارفل، عندنا برضه 3. وعندنا جوا سنتين. وعندنا الكيوت عندنا سنتين، واكس سنة. لا الكيوت سنتين. اكس اللي سنة، دراجون سنة، ميفين سنة، ميجا سنة، بالانس سنة. برضه في كمية سيرفرات ممتازة، يعني انت كده كده مش بتاخد الجهاز وخلاص. طب يا عم الحاج، الشرينج، نظام الشرينج ايه؟ نظام الشرينج، ثواني يا جماعة. نظام الشرينج يا جماعة، عندك النيشير برضه فيرجن 2 مشغل الباقة الحمراء واللي هي بتاعت النوفا زي التانيين. وعندنا برضو الصوتيات برضو موجودة فيه شغال، والنيشير. وعندنا برضو نيشير ترجمة التلقائي اللي هي التلقائي. وعندنا طبعا الجوسات، يعني عليه جوسات سنتين. لا جوسات شرينج 5. طبعا بقى 5 سنين يعني اذا شرينج 5 سنين وصوتيات 5 سنين. خلاص ماشي. وعندك صوتيات نوفا كمان 3 سنين، عشان النوفا 3 سنين. وعندنا بقى الديكيو كام والكلام ده السنة ده. انا اصلا ما بعترفش بسيرفر اللي هو الديكيو كام والكلام من ده. الخلاصة ان الجهاز اصلا جهاز ممتاز، يعني جهاز على قد الايد بمعنى اصح، والسعر بتاعه ممتاز. خلاص تمام كده. ده الخلاصة في الجهاز اللي هو البريمير. خلاص يا جماعة، دي الخلاصة في شغل الاجهزة يعني بمعنى اصح. الناس بقى هتشوف الفيديوهات، انت محتاج جهاز يخش وكلمنا على طول، وان شاء الله لسه في فيديوهات تانية عليه يعني. بس ببدأ ارفعهم على اليوتيوب، وربنا المستعان ان شاء الله. اي حد محتاج حاجة كلمنا، احنا تحت امره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.